لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. في الفيديو ده هنتعرف على الرام وازاي تختار الرام المناسبة لجهازك وازاي تحسن من اداء الرام. ايه هي الرام؟ الرام هي ذاكرة الوصول العشوائي. وظيفة الرام دي ايه باختصار؟ لو انا عندي رام 4 جيجا، دلوقتي انا عندي على الكمبيوتر بتاعي في اغاني وفي افلام وفي برامج وفي العاب، كل دول متخزنين على الهارد. مجرد ما بشغل الاغنية فهي بتنتقل من الهارد الى الرام وبتاخد مساحة معينة، وبعدين لو جيت شغلت فيديو بياخد مساحة تانية من الرام، جيت شغلت لعبة تاخد مساحة تانية، وهكذا لغاية ما مساحة الرام كلها بتخلص. ولما مساحة الرام كلها تتميلي الاقي الجهاز هنج معايا بقى. يعني كل ما تكون الرام مساحتها اكبر بقدر ان انا اشغل حاجات كتير مع بعض في نفس الوقت. ده في برامج والعاب بتحتاج مساحة رام كبيرة جدا، تلاقي الرام بتاعتك اصلا كلها على بعضها مش قادرة تشغل لعبة واحدة. وفي عندك البرامج بتاعة الجرافيك والمونتاج دي بتحتاج برضو رام عالية. ده شكل الرام، ودي السلوتس اللي بتركب فيها الرام. في ماذر بورد بيبقى فيها 4 سلوت وفي ماذر بورد بيبقى فيها 2. الافضل طبعا ان انا اركب رام واحدة بمساحة كبيرة عن ان انا اركب 4 رام بمساحات اقل. يعني ان انا اركب رام 4 جيجا واحدة احسن من ان انا اركب 4 رام كل واحدة فيهم 1 جيجا، لان الرامات دي بتعمل مشاكل مع بعض وبتعمل لي تأخير في بدء التشغيل، لان دايما الجهاز بيبدأ يدور هيشغل من دي ولا من دي ولا من دي، فبتبقى الدنيا مش لذيذة يعني، فبيحصل تأخير. طيب انهي اتجاه اللي بنركب فيه الرام؟ دايما بلاقي الرامة فيها جزئين، الجزئين دول واحد اكبر من التاني وفي فتحة في النص كده، وبلاقي في البوردة برضو في مكان كبير ومكان صغير، فبعرف ان انا لما بركب لازم المكان الكبير قصاد المكان الكبير والمكان الصغير قصاد المكان الصغير. ازاي اعرف الرام اللي عندي على الكمبيوتر مساحتها كام؟ بضغط على ويندوز ار وبكتب دي اكس دياج. دي الرام بتاعتي اهي مساحتها 10 جيجا. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو لشرح اعطال الرام وكيفية اختبارها وكيفية اصلاحها. انا هنا مركب 3 رام. الجهاز بيجيب لي المساحة الكلية بتاعت الرامز، ما بيجيبليش واحدة واحدة، ولا بقدر اعرف انا مركب كام رام. الهارد ده للتخزين الدائم، ولكن الرام للتخزين المؤقت. يعني بمجرد ما بقفل البرنامج او الاغنية اللي انا مشغلها الرام بترجع فاضية تاني. لو انا فاتح مثلا برنامج وورد، طول ما انا شغال على البرنامج فالبرنامج بيخزن على الرام، ولو الكهرباء قطعت وانا شغال كل البيانات اللي انا مخزنها على الرام بفقدها. ولكن مجرد ما ضغطت على سيف كده انا حفظت البيانات في الهارد، فكده مش هفقدها. عشان كده لازم اعمل سيف لاي برنامج انا شغال عليه. ازاي احسن من اداء الرام بتاعتي؟ اول حاجة بقفل البرامج اللي انا مش مستخدمها. يعني وانا شغال على الجهاز ما سيبش برنامج مفتوح وانا مش مستخدمه او مش محتاجه يعني. رقم 2 ان انا اعمل ريستارت للجهاز باستمرار. يعني ما سيبش الجهاز شغال مدة طويلة بدون ما اعمل ريستارت، لان الرام لما بطلع من البرامج اللي انا فاتحها بتبقى في حاجات برضو موجودة على الرام، يعني ما بتفضاش خالص الرام، فلازم اعمل ريستارت عشان اخلي الرام تفضى وتبدأ تشتغل معايا من جديد وتبقى اتعمل لها ريفرش. في عندي بعدين تقليل برامج بدء التشغيل. مجرد ما بشغل الجهاز ويدخل على نسخة الويندوز في برامج بتشتغل لوحدها، دي اسمها برامج بدء التشغيل، فلازم ان انا الغي البرامج اللي انا مش محتاجها من بدء التشغيل. يعني مثلا زي برنامج الانترنت داونلود مانجر، ده البرنامج اللي بحمل منه فيديوهات من على اليوتيوب. البرنامج ده بلاقيه اشتغل معايا على طول في بدء التشغيل من غير ما اشغله. لو انا بحتاج دايما البرنامج ده، يعني بمجرد ما بشغل الجهاز بروح افتحه على طول وابدا احمل فيديوهات من اليوتيوب، يبقى اسيبه موجود في بدء التشغيل. ولكن لو انا مش بحمل كتير من اليوتيوب يبقى ما خلوش في بدء التشغيل. طيب لما اكون محتاجه عادي جدا هفتحه هيفتح معايا، بس هيتاخر شويه في الفتح. فكره ان البرامج موجوده في بدء التشغيل عشان تبقى جاهزه للتشغيل في اي وقت. طيب عايز اشوف البرامج اللي موجوده في بدء التشغيل عندي،
وبعدين ستارت اب، دي البرامج اللي بتشتغل اول ما بفتح نسخة الويندوز. اي برنامج مش محتاجه بضغط كليك يمين عليه وديسيبل. الحاجة اللي بعدها استخدام خاصية الذاكرة الافتراضية. الخاصية دي من خلالها بخصص جزء من الهارد بيشتغل معايا كأنه رام، يعني المساحة اللي هخصصها من الهارد دي هتضاف للرام بتاعتي. دي بفعلها ازاي؟ هضغط على ويندوز ار وهكتب sysdm.cpl advanced settings advanced. هي بلاقيها متفعلة اوتوماتيك بحجم معين. طيب انا عايز اكبر الحجم ده طالما ان مساحة الهارد بتاعتي تسمح بده يعني، فهلغي الاوتوماتيك دي وهنزل تحت في الانيشيال سايز هكتب مثلا 5000 يعني 5 جيجا، وفي الماكسيموم هكتب 10 جيجا، يعني المساحة اللي هيبدأ بيها هي ال5 ومش هيتعدى ال10. طيب ايه تأثير الرام على الالعاب؟ طبعا بلا شك الرام ليها دور كبير جدا مع الالعاب، يعني الرام الكبيرة ضرورية جدا مع الالعاب الكبيره. وكمان كارت الشاشه مهم جدا مع الرام في الالعاب. انواع الرامات، اول نوع اللي هو SD رام، وده اول نوع طلع وده نوع قديم. النوع الحالي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو DDR1 الى DDR5، وده الاحدث وده اللي موجود على اجهزتنا الحاليه. ده بيتميز بسرعات نقل اعلى وده اللي موجود في اجهزتنا حاليا. طيب في نوع اسمه GDDR، ده بيستخدم في كروت الشاشه نفسها جوه كروت الشاشه، يعني ده مخصص لمعالجه الرسومات. في بعدين LPDDR، ده بيستخدم في الموبايلات والأجهزة المحمولة، وده مصمم لاستهلاك طاقة أقل. ده جدول بيوضح سرعة نقل البيانات في DDR1 إلى DDR5. طبعا السرعة بتزيد من DDR1 لل DDR5، ودي سنة الصنع لكل واحد منهم.